بس كالعاده قبل ما نتكلم عن البلاغه اصلا طمنونا عملتوا ايه في الامتحان اللي فات اللي هو بتاع الرياضه التطبيقيه. فايه ما تضيعش الوقت ده منك في الفاضي، استغله كويس جدا. بس مساء الخير، ازيكم يا ابطال ثالثه ثانوي عاملين ايه؟ زي ما معروف من جدول امتحاناتكم النهارده هنتكلم عن ماده البلاغه، الامتحان اللي جاي على طول. بس كالعاده قبل ما نتكلم عن البلاغه اصلا طمنونا عملتوا ايه في الامتحان اللي فات اللي هو بتاع الرياضه التطبيقيه، والامتحان عدى معاكم على خير ولا لا، وجه من امتحانات السنين السابقه او كتاب المعهد يعني ولا لا، فطمنونا عليكم يعني في الكومنتات. طيب نخش في الموضوع على طول بقى علشان ما نطولش عليكم. بالنسبه للبلاغه فاول حاجه انت معاك حوالي يوم ونص قبل الامتحان، النص يوم بتاع النهارده وبعدين بكره وبعدين الامتحان معروفه دي. فهتعمل ايه بقى؟ النص يوم بتاع النهارده ده انت هتراجع فيه البلاغه كلها من اولها لاخرها. عايز بقى تذاكر درس وبعدين تقوم تتمشى شويه وبعدين ترجع تكمل تاني، تمام. عايز تقعد قاعده واحده تجيب البلاغه كلها، تمام عادي، اللي انت بتحبه اعمله. خلاص انت ما عادش عندك الا البلاغه او التفسير، فما تضغطش على نفسك شويه، يعني ايه بالراحه على نفسك كده. فيا معلم هتخلص البلاغه كلها مذاكره النهارده، مذاكره بس مش لازم تحل، ومعاك بكره اليوم كله من اوله لاخره انت بتحل امتحانات السنين السابقه. حرفيا لو ذاكرت البلاغه النهارده كويس امتحانات السنين السابقه هتحلها بسهوله جدا ومش تاخد معاك وقت، وهتخلص الكتاب كله. وزي ما قلت لك برده في النحو والصرف والادب والنصوص لو عايز تدخل على امتحانات الادبي في 2022 و2023 و2024 هيبقى كويس جدا عادي يعني. بس زي ما قلت لك برده ايه، سكيب الاسئله اللي هي بتاعه الادبي ده. بس كان بالنسبه لتقسيم الماده، النهارده مذاكره وبكره حل. تركز بقى على ايه اهم حاجه في الماده، اهم حاجه في البلاغه لازم تركز عليها هي انك تحفظ مثال لكل حاجه، وهي الامثله برده تعرفها ان هي بتاعت الحاجه دي، فاهمني؟ يعني مثلا تاكيد الذم بما يشبه المدح مثلا تبقى حافظ له مثال حافظه كويس جدا صم يعني، وبقيه الامثله اللي عليه تبقى عارف كويس انها تبع تاكيد المدح بما يشبه الذم او تاكيد الذم بما يشبه المدح يعني. ده عموما يعني بالنسبه لاهم الحاجات اللي تركز عليها في الماده، انك تحفظ مثال لكل حاجه بس. علشان ما ننساش اسئله كتاب المعهد في البلاغه مهمه جدا، فلازم تحلها. لو ما لحقتش حتى تحلها في النص يوم اللي هو بتاع النهارده بعد ما تخلص مراجعه الماده، فحلها بكره عادي قبل الامتحانات، فاهمني؟ اما بقى بالنسبه لاسئله كمان امتحان في البلاغه فبرضه على قد ما تقدر حل امتحانات، علشان الاسئله بيبقى فيها شويه لف ودوران كده، فالموضوع مش صعب بس ايه محتاج تدريب شويه. بالنسبه بقى للقطع فاتدرب كتير جدا 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 على القطع، علشان قطع مؤخرا يعني وخصوصا في الامتحان بتاعنا يعني كان فيها لف ودوران كتير، فمع التدريب الكتير هيبقى الموضوع كويس يعني بالنسبه لك. الموضوع مش صعب بس محتاج تدريب بس. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بس ده كان حرفيا كل ما يخص ليالي امتحان البلاغه. خلاص هانت، ما عادش الا ماده واحده بس خلاص افراج. فايه ما تضيعش الوقت ده منك في الفاضي، استغله كويس جدا. بس